حضن يسوع عانبع الصلاة ترقى كل شموع مزروعة حلا حضن يسوع عانبع الصلاة ترقى كل شموع مزروعة حلا. يا ملاك الرب احمينا خلصنا من أعادينا اسمك لما تنادينا حدك منكون كتار. يا ملاك الرب احمينا خلصنا من أعدينا اسمك لما تنادينا حدك منكون كتار. سامحنا يا رب اخطينا. شو إلها معنى الشهادة لولا الشهداء والمبادئ هن راحوا نحن بقينا بكرة نحن وبعده كتار. شو إلها معنى الشهادة لولا الشهداء والمبادئ هني راحوا نحن بقينا بكرة نحن وبعده كتار. قادر يا رب تخلصنا انت موصى بالغفران خلص لبنانك واحرسنا خلص لبنانك واحرسنا خلص لبنانك واحرسنا يا ربي خلص لبنان. من أيلول سنة 1982 كان آخر يوم قضاه الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميل بيننا على هذه الفانية. يوم عيد ارتفاع الصليب ارتفعت روح القائد الشهيد إلى باريها. يومها كان كلام الرئيس القائد نبوءات ووصايا أطلقها يوم عيد الصليب من دير الصليب وقبل ساعة ونصف من ارتفاعه على صليب. الكلمة اللي أنا قبل مني والسنيور بسيم ذكرتني بكم شغلة من صميم الموضوع يلي طرحه، وما كنت مقرر بكلمتي انه اتطرق لهالنقطة هيدي، انما بعد ما استمعت لمسنيور بسيم بحب لكم انه وقت اللي اختي اجت بدها تدخل على الدير كان بدها تروح مدري لوين عن بعيد أول شرط لبني وأمي إنه يباركوا، لأنه ما في إنه يوافقوا ولا لا، هذا قرار الإنسان هو اللي بياخده، إنما ليباركوا الخطوة اللي كانت أختي بدها تقدم عليها. كان الشرط إنه تخدم بمؤسسة مرونية بلبنان. وهيك صار. من ساعتها انفتحت علاقات جديدة بين العائلة ومؤسسة الأب يعقوب، وهالعلاقات تطورت ونميت وتعززت. نحن اليوم عم نشاهد هالأجواء الحلوة كلها، وشاهدنا بفترة المحنة الربيت يلي كنا نجي من الطريق التحتانية اللي تحت هالبنية على المطبخ لناخذ عشرات الألوف من السندويشات كل يوم، وكانوا المؤكدين يسألوا أي هذه
عندكم يمكن كثير واحد كمان حصلنا عليه بسيدة البير وما تصدقوا انه ممكن هالاوضاع تكون انتهت بسحر ساحر او بعجيبه. هالاوضاع هيدي اذا عم تنتهي اليوم عم تنتهي لانه في ناس ضحوا من شينا، نظروا من شينا، فكروا بالحلول. وكثير من الاوقات هالانحطاط يلي من خلاله كنا عم نفكر بحل ازمه لبنان كان عم يحصل بسيدة البير، ونحن ما ممكن ننسى ساعات التفكير وساعات التامل وحتى ساعات الوحي يلي قدرنا ضمن اطار سيدة البير نلاقي احيانا كثيره الطريق الصعبه يلي كان لازم نختارها ويلي كان لازم نمشي عليها. بقى بشكر كمان كل جماعتنا بسيدة البير لكل المساعده يلي عطونا اياها. كمان اذا بتسمحوا لي بدي اشكر رحلة البوفوار للاعلام والبيارق يلي كثير اوقات عندنا هن من زمان مش من هلا. كل هالامور يلي اوقات كنا نعذبكم فيها او كنا نلبكم فيها هيدي كلها يمكن حتى من وقت ما كنا تجمعات صغيره على الارض او وقت يلي يمكن هالامور هيدي كانت ولدنات بوقتها، انما هالمسائل كانت كلها عم تحط وعم بتخطط وعم بتشق الطريق يلي اليوم نحن فيها. هالاعلام الصغيره يلي كانت عم تنعمل بالبوفوار هيدي كلها كانت من احدى الرئيات يلي استشهدوا شباب لبنانيين وشباب مسيحيين بظلها وتحت فيئه منشان لنوصل اليوم على وضع نحن كمسيحيين بلبنان باسم كل مسيحيين الشرق نقدر نقول انه لبنان منه وطن قومي مسيحي، انما لبنان وطن للمسيحيين ولغيرنا كمان اذا بدهم، بس اكيد هيدا وطن لنا بدنا نحافظ عليه لنقدر نرمم كنايسنا وقت اللي بدنا ومثل ما بدنا. ياسر عرفات عمل من كنيسة الدمور جراج منسامحه، نرجع بنعمل كنيسة الدمور رغم انه وسخوها، رغم انه دنسوها، رغم انه شوهوا كل معالمها، نرجع بنرممها. يمكن لو كنا بمصر او سوريا ما كان لنا حق نرمم او نظبط اي كنيسة عم تتعرض للخراب. بدنا نضمنا نحن موجودين بهالشرق لجراسنا نضمن وقت اللي بدنا بالافراح والافراح. بدنا نقدر نعمل مثل ما بدنا، بدنا نقدر نمارس تقاليدنا وطقوسنا وايماننا ومعتقدنا مثل ما بدنا، بدنا نقدر نمارس مسيحيتنا بهالشرق، وبدنا نقدر نعطي شهاده لمسيحيتنا بالشرق مثل ما نحن عم نشعر انه عم تنفرض علينا اوقات كثيره انه نقدمها. هالشهاده هيدي ما بنتهرب منها، بنشهد لمسيحيتنا بلبنان، بنشهد لمسيحيتنا بالشرق، بنشهد لمسيحيتنا بالعالم وقت اللي العالم ما بقى باقي عنده من المسيحيه الا الاسم او شويه مظاهر، بينما العمق اليوم عم يرجع يطلع من لبنان لانه نحن يلي اليوم دفعنا بدمنا ثمن اعتنائنا هالمعتقد وهالايمان وهالقيم وهالتقاليد. نحن يلي اليوم عم نشهد لكل مسيحيي العالم كيف معقول تكون الشهاده مثل ما كانوا المسيحيين الاول على ايام روما كمان يموتوا مشان يشهدوا للدين المسيحي وللمعتقد المسيحي. اكيد انا رئيس جمهوريه كل لبنان، عن كل لبناني عايش على ارض هالوطن واللبنانيين يلي موجودين بالخارج. انا مسؤول عن مؤسسات الحكم ومؤسسات البلد ومؤسسات
مؤسسات البلد هي لبنانية منا مسيحية ولنا إسلامية. بس ما ننسى كمان إنه أنا بعمر 34 سنة ظهري من الصف من المقاومة اللبنانية يلي كانت مقاومة محض مسيحية وقت من الأوقات، يلي كانت 8 سنوات مقاومة مسيحية. نجحت هالمقاومة اليوم إنه تصير مقاومة لبنانية بكل ما لكلمة لبنانية بالمعنى. واليوم مطلوب من كل لبناني يقاوم أي غريب، يقاوم أي محتل، ويقاوم أي معتدل عم بيجرب من بعيد أو من قريب يشوه مظاهر الحضارة والتراث والقيم والمعتقدات على أرض لبنان. لأنه لبنان ليكون حقيقة اللبنان يلي بدنا إياه هو وطن الحرية، هو وطن الحضارة، وإلا بنكون مثل اليمن أو مثل كل هالبلدان يلي بعلمكم منهم ما بيعود في أي مبرر لوجودنا ولا بيعود في أي سبب لوجودنا. إذا نحن كفئة مسيحية بهالشرق ما كنا متميزين عن غيرنا وما كان عندنا بلد، ما يكون مرة ثانية وطن قومي مسيحي، بس يكون حقيقة بلد للمسيحيين نقدر نعيش وراسنا مرفوع بدون ما يجي حدا يقول لنا أشمل مثل ما كانوا على ايام الحرب يقولوا نمشي على خط الشمال لانه نحن مسيحيين، او يجبرونا نحط اي اشاره على جسمنا او على ثيابنا لينعرف انه نحن مسيحيين، او نكون مواطنين عايشين بذمه غيرنا. نحن ما بنقبل بقى نكون بذمه ايا كان. نحن ما بقى نقدر نكون بحماية أيا كان. شهدائنا دافعوا عنا، شهدائنا حافظوا على قضيتنا، شهدائنا حافظوا على حريتنا ووجودنا بهالشرق بعد 8 سنوات من انه كل العالم تذكر لنا، كل العالم باعنا، وكل العالم كان متجاهلنا. وقت اللي ربحنا صاروا كل الناس اصحابنا وصاروا كل الناس يساعدوا. نحن اليوم وللمستقبل مفروض نبلش نتعامل مع كل الناس بدون اي عقدة من اي نوع. ما حدا أذكى منا أبدا، ولا حدا أشطر منا أبدا، ولا حدا دافع عن بلاده أكثر من ما نحن دفعنا عن بلادنا أبدا، ولا حدا حضارته أقوى من حضارتنا ليجي يجرب يفرضها علينا ويقول انه هو افهم منا وانه هو عم بيمدن سقيفة الجمال والبدو والمتخلفين يلي عندنا. نحن منا متخلفين ونحن منا بدو ونحن ما عندنا جمال. نحن عمرنا 6000 سنة حضارة، وهال6000 سنة حضارة نحن بنفتخر فيها وبنعرف كيف بدنا نعمل لنحافظ عليها. نحن منا معقدين تجاه ايا كان، لا من هون ولا من هونيك. ونحن ما إلنا دروس بالحضارة او بالاخلاق او بالثقافة ناخذها من ايا كان. نحن بنفتخر باللي عنا، نحن بنفتخر بالتقاليد يلي عنا، نحن بنفتخر بكل التراث يلي موجود عنا، وبتمنى منا كلنا من هاللبنان الأصيل ومن هاللبنان المضبوط يلي تعود من سنة 43 لليوم يكون معقد تجاه كل هالأمور يلي حواليه، يكون معقد تجاه محيطه، يكون معقد تجاه أصدقائه برا، ودايما
ما عارفين شو لازم ينعمل، لأنه ما بنعرف شو بيرضي فلان وشو بيرضي فليتين. أمنيتي، توجيهاتي، عملي، والخط يلي من هلأ بدنا نمشي فيه، خلي غيرنا يبلش يشوف نحن شو بدنا، مش نحن شو بدنا. نحن شعب كان مهدد وحيوان، نحن شعب كان مهدد بوجوده أكثر من ما كان مهدد بحريته. مات 5000 شاب من شبابنا لهاللبنان هيدا يبقى حر، لهاللبنان يبقى راسه مرفوع. بتأمل انه المعنويات والكرامة والحرية يلي انعطت لنا بها8 سنوات، اليوم الدولة اللبنانية تقدر تكمل بهالطريق. الجيش اللبناني يقدر يكمل معنا هالطريق. كل مؤسسات الدولة تقدر تتابع. وأمنيتي انه بعد اليوم كلبنانيين ما نعود معقدين تجاه ايا كان، ولا نكون خايفين من ايا كان نقول له الحقيقة. وحدة الحقيقة بتنقذنا اليوم، وحدة الحقيقة بتخلينا نستمر ونعيش راسنا مرفوع. لأنه ضحكنا على العالم مدة 40 سنة، العالم ضحك علينا. لأنه كذبنا على العالم مدة 40 سنة، كذبوا كمان علينا. لأنه كنا مستهترين بحالنا، العالم استهتر فينا. اليوم حان الوقت بعد هالتجربة اللي صارت. على 27 مارونة موجودين بلبنان، 27 مارونة اجوا صوتوا لإلي، وما في واحد اجا بالقوة، ولا واحد انشرب، ولا واحد إلا ما اجا عن قناعة. رغم كل المقاطعة يلي صارت، رغم كل المشاكل يلي تعرضنا لها قبل الانتخابات، رغم كل التهويل، رغم كل المزايدات، مسكنا رهاننا. لأنه هيدي كانت النتيجة الحتمية لنضال 8 سنوات. ويلي ربح بنضال 8 سنوات الرهان تبعه ما كان بيقدر يرجع يكسره بآخر دقيقة وقت اللي بحين وقت الإيقاف. هالشي هيدا ببين لأي درجة وقت اللي بنكون قد حالنا نحن كمسيحيين، وقت اللي نحن بنكون قد حالنا خاصة كمواطن. بعتذر إذا كان سهري أرثوذكسي، بس مواطن سياسي. هالمارونية السياسية يلي كل مسيحي بلبنان عم بيؤمن فيها، يلي كل مسيحيي الشرق عم بيؤمنوا فيها، وقت يلي هالمارونية السياسية بتكون قد حالها، وقت يلي المارونية السياسية بتكون عرفة شو بدها، وقت يلي المارونية السياسية بيكون عندها سيد كبير تقدر تطلع ساعات وساعات وساعات من التأمل والتفكير لتفكر باللي لازم ينعمل، لتوضع الخطط، لتوضع كل الترتيبات لأي معركة سياسية أو اجتماعية أو إنمائية أو عسكرية بدنا نقوم فيها. ما حدا بيقدر علينا، لأنه نحن الأساس، لأنه هالبلد هيدا انبنى على الحريات، والحريات نحن يلي بنمثلها، والحريات نحن يلي مؤتمنين عليها، نحن يلي مسؤولين عنها. التجربة اللي مرقت علينا ب8 سنوات الماضية، وقت اللي كانت الأزايف عم تنهال على راسنا، وقت اللي ما كنا قادرين نقعد باطمئنان ببيوتنا، وقت اللي أطفالنا كانوا كل دقيقة معرضين لأي شر، وقت اللي كل هالبلاد كانت عم تتعرض لكل أنواع الخطر، وقت كل يلي اليوم عم بأيدونا كانوا عم بغسلوا إيديهم من دم هذا الصديق يلي نحن، وقت يلي كنا في أصعب الأوقات كنا واقفين على إجرينا وكان رأسنا مرفوع وكانت الابتسامة على تمنا وكان الأمل كبير بقلبنا، وقت يلي قررنا نقدم على عملية سياسية يلي هي الانتخابات، لأنه ارتعينا أنه لازم نربحها، لأنه ما بقى قادرين نحمل واحد مرت أو واحد ضعيف أو واحد منه مؤمن أو واحد ما وقف مرة على قبر شهيد رئيس جمهورية. وقت اللي كنا عم نقول هالكلام، وقت اللي كنا عم نقول هالكلام كنا عارفين كلامنا لوين معقول يوصل. مثل ما ربحنا معاركنا العسكرية عم نربح اليوم معاركنا السياسية، ومثل ما ربحنا هالمقاومة بدنا نربح كل لبنان
مثل ما حدا قال هذيك الساعة ب 10452 كيلو. بدنا نربح كل هالبلد، ولازم هالبلد يكون لكل أبنائه بكل طوائفه بكل معتقداته وبكل شعائره، إنما بصورة أساسية هالبلد بده يكون لهالمجتمع المسيحي بالشرق ملجأ أمان وملجأ طمأنينة، لأنه منا مستعدين نسافر على أمريكا، ومنا مستعدين نسافر على أوروبا، ومنا مستعدين نأشمن، منا مستعدين نركع، منا مستعدين نخسر، بدنا نعيش هون وبده يكون راسنا مرفوع. وهيدي مسؤولية الدولة اللبنانية. هيدي مسؤولية الدولة اللبنانية اليوم، لتاخذ هي الحمل عن الشعب، لتاخذ هي الحمل عن المؤسسات الخاصة والمدنية والشبه عسكرية يلي فرخت تفريخ بمدة 8 سنوات حرب. إنما هذا شيء منه طبيعي، وعلى الدولة اليوم تدافع عن الأمن وتدافع عن الحرية لكل مواطن لبناني، ونحن مواطنين لبنانيين، ونحن فئة أساسية من هالمواطنين اللبنانيين. نحن عنا أمننا وحريتنا كبشر، بس عنا كمان أمننا وحريتنا كمجتمع. على الدولة اللبنانية وعلى رئيس جمهورية لبنان يحافظ على هالأمن وعلى الحرية، إن كان للمواطن أو للمجموعات اللي على أرض هالوطن. نحن بنشكر كل يلي ساعدونا. مونسنيور بسيم حكي عن الطائفة اللاتينية، حكي عن المؤسسات الأجنبية يلي هون، نحن بنشكرها. نحن بنطلب إنه هالمؤسسات هيدي تتنمى، هالمؤسسات هيدي تتقوى. رح أقسم يمين بالبرلمان، الكابوشية بدهم يرجعوا. نحن بدنا نرجع على الأساس. الجامعات يلي تابعين لإلكم يلي ذكرتوا مونسنيور بسيم لازم يرجعوا يتقووا. نحن ما عندنا عقدة تجاه الأجنبي، لا عقد من أي نوع يلي كان، إنما نحن بنقدر ناخذ الصحيح وبنقدر ناخذ المضبوط والعلم مطرح ما هو. نتأمل أنه هالمؤسسات يلي ذكرتها ترجع تشتغل بلبنان بقوة، ترجع تنمي هالحضارة وهالتراث يلي أخذناه من هالمؤسسات، وبذات الوقت هالمؤسسات تتعاون مع مؤسسات لبنانية مع مؤسسات محلية، لنرجع كلنا سوا بكل مؤسسات هالبلد مع كل الفروع لهالمؤسسات هيدي بأرض لبنان، نقدر نرجع نخلق الحضارة اللبنانية مضبوطة يلي لبنان تميز عن سائر دول العالم العربي من خلالها، بسبب كل هالمساعدات يلي انعطتنا. وبتأمل كمان انه بالمستقبل ينعطلنا فهم سياسي اكثر لمعنى النضال يلي كنا عم نقوم فيه، لمعنى المقاومة يلي قمنا فيها، يتقدر حقيقة نضالنا مثل ما هو على المضبوط، ويكون في معرفة أكثر بهالحفلات الدولية وبهالمؤسسات الدولية لمعنى النضال يلي مسيحيين لبنان عم بيقوموا فيه. نحن ما تعدينا على حدا، نحن ما تهجمنا على حدا. ياسر عرفات هو يلي تحدينا ببيروت، مش نحن تحديناه بفلسطين. السوريين هن تحدونا ببيروت، مش نحن تحديناهم بالشام. بعدهم لليوم عم بيتحدونا بالشمال وبالبقاع، مش نحن عم نتحداهم عندهم. خلي كل العالم يبلش يفهم لبنان ما بحياته كان المعتدي، انما دايما كان معتدى عليه، وكل ما اعتدي علينا كل ما دفعنا عن نفسنا. وما بعتقد المسيح علم الا انه وقت اللي حدا بيجرب يقضي علينا او بيجرب يتعدى علينا او بيجرب يمحينا من الوجود، المسيح طلب منا انه نشهد من شانه. وهذا اللي عم بينعمل بلبنان، وهذا اللي بتأمل انه الكل يفهمونا برا، وبقد بقى يتفلسفوا علينا ويعطونا نصايح شو كان لازم ينعمل وشو ما كان لازم ينعمل، وكيف كان لازم وكيف ما كان لازم. نحن يلي عرفنا كيف كان لازم، لانه لو ما عملنا هيك كان راح علينا، ما كان بقى في اليوم لا رهبة ولا صليب ولا كان موجودين.
Excellence, je me permets de m'adresser à vous pour vous remercier beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui, surtout à la fin de votre mandat. Je voudrais que dans une des dernières cérémonies à laquelle nous allons assister ensemble, que vous soyez sûrs de toute l'amitié et de tout le respect qu'on vous porte, de tout le respect et du profond attachement qu'on porte au Saint-Siège, à sa sainteté le pape, à toutes les institutions et à l'Église catholique en tant que telle. Nous sommes les fidèles fils de l'Église, nous comptons le demeurer, et comme a dit tout à l'heure Monseigneur Bassim, j'espère qu'on pourra toujours compter sur l'appui paternel que le Vatican nous a toujours montré et que toujours on pourra se sentir à l'aise lorsque nous serons en période de difficulté de savoir qu'il y a le Vatican sur lequel on peut compter. Je vous remercie. Merci,